اوعى تفتح الصور القديمة اللي على موبايلك وانت لوحدك بالليل، لانك ممكن تكتشف انك ما كنتوش لوحدكم زي ما كنت فاكر. الحكاية بدأت مع سلمى اللي كانت بتنظف صور موبايلها الساعة 2 الصبح، وفجأة وقفت عند صورة سيلفي صورتها لنفسها من أسبوع وهي في أوضتها. في الصورة سلمى كانت بتضحك، بس في خلفية الصورة ورا باب الأوضة المفتوح لقت عين واحدة بتبص عليها من الضلمة. سلمى اتجمدت وبدأت تكبر الصورة وهي مش مصدقة. لقت إن اللي بيبص ده مش بني آدم، ده وش باهت ملوش ملامح. وقبل ما ترمي الموبايل من إيدها سمعت صوت تكة الكاميرا جاية من وراها، وكأن حد بيصورها دلوقتي حالا. ولو عايز تعرف سلمى لقت إيه في الصورة الجديدة اللي اتلقطت دلوقت، انزل حالا اعمل لايك واشترك في قبل نص الليل وفعل الجرس عشان الحقيقة اللي جاية مرعبة أكتر. المهم سلمى لفت ببطء وهي ماسكة الموبايل، لقت شاشة الموبايل نورت لوحدها وفتحت آخر صورة اتصورت. لقت نفسها في الصورة وهي مرعوبة، والوش الباهت بقى لازق في ظهرها وبيضحك. وفي اللحظة دي النور قطع، وسلمى حست بإيد سندة على كتفها، وبنفس بارد بيهمس في ودنها: الصورة دي أحلى بكتير. ومن ساعتها وسلمى اختفت، والموبايل بتاعها لسه بيصور صور سيلفي لوحده كل يوم الساعة 2 الصبح. اكتب لي في التعليقات لو فتحت موبايلك دلوقتي ولقيت صورة غريبة هتعمل ايه؟ ومين فيكم جرب يحس ان في حد معاه في الأوضة وهو بيتفرج على الفيديو ده؟